كرتون النهارده يا اولاد عن ولد ومامته قاعدين بيمشوا في الشارع. بس استنوا هنا، انتوا دوستوا اعجاب بالفيديو واشتركتوا في القناه ولا لسه؟ يلا وروني شطارتكم. الولد كان نفسه يلعب في المراجيح جدا ومامته طبعا ما عندهاش اعتراض، بس هم عندهم قدرات خاصه. الناس دي دول بيولعوا، يعني عندهم نار يقدروا يولعوا في اي حاجه في اي وقت، فطبعا يبقى خطر جدا لو حد فيهم اتعصب واشتغل بالغلط. الولد كان نفسه يلعب في الألعاب، بس الأم لقت إيه ده؟ طفلة في كرتونة؟ إزاي يبقى في طفلة حد سايبها في كرتونة؟ راحوا على طول على البوليس وقالوا إحنا لقينا الطفلة دي في الكرتونة، نعمل فيها إيه؟ البوليس قعد يدور لها على أهل بس ملقاش حد. في الآخر قال لهم بصوا، إحنا ما عندناش غير حل واحد، إنتوا لازم تاخدوها لو إنتوا قادرين تصرفوا عليها وتاخدوا بالكم منها. الأم وافقت، بس الولد كان متضايق قوي. بعدها بشوية الأم قعدت تلاعب الطفلة والولد كان متضايق. طول الوقت الأم مشغولة بالطفلة بس مش عارفة تهتم بيه، هو عايز يبقى كمان بيلعب معاها. الولد قرب يشتغل، الحقه. الولد كان عايز يلعب مع البنت وعايز يلعب مع الأم، بس هما مش مدينه فرصة. البنت كانت جعانة وقعدت تشرب لبن، والأم جالها تليفون، فالولد قرر إن هو يدلق اللبن بتاع البنت على الأرض وهو فاكر إن هو كده بيلعبها. بس مع كل أسف البنت قعدت تعيط. الأم لما رجعت لقت اللبن مدلوق على الأرض والولد كان فاكر إن هو كده بيلعب. راحت جري جابت لبن تاني للبنت، بس مين اللي هينضف اللي على الأرض ده؟ طبعا الولد لازم هو اللي ينضف اللي على الأرض ده. الأم جالها تليفون تاني، وعلى بال ما الأم ترد على التليفون يا ريت تدوسوا إعجاب بالفيديو وتشتركوا في القناة. الولد مبقاش طايق نفسه، خد بعضه ومشي، وهو ماشي وغضبان راح ولع في بيت من غير ما يقصد، بيحاول يطفي الحريقة زادت منه. بس البنت كان هي طلع عندها هي كمان قدرات خاصة. ايه ده؟ البنت بتقدر تعمل تلج في اي مكان، ده بنت طلعت هي كمان قدرات خاصة. طبعا الام كانت هتتجنن على اولادها، بس اول ما وصلت عند البيت لقت حاجة غريبة حصلت. لقيتهم على طول طايرين بره، والولد قال لها البنت لسه جوه في الحريقة. طبعا البنت بقدراتها الخاصة قدرت تطفي الحريقة دي، كمان عملت تمثال من التلج. والأب والأب كانوا بردانين جدا، بس لقوا البنت في أمان وكانوا مبسوطين بيها. والأم قالت للولد ما تزعلش، هي عندها قدرات مختلفة بس إحنا أسرة.